السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة ان شاء الله يا سندريلا هنعمل مع بعض ركن الاطفال او الكاندي جار او الستاند الكب كيك، كلها حاجات من البيت وسهلة جدا وبسيطة. يلا بينا. اول حاجة عشان نعمل الستاند هنعمل القاعدة بتاعته، دي القاعدة اللي بتيجي تحت الترط. انا هدهنها باللون البينك، اللون اللي هو الاحمر على الابيض. بعد كده هنعمل الجزء العمود اللي هو يمسك القاعدة بالجزء اللي فوق بأي رول مناديل او ألمونيوم، ورق الألمونيوم هنغلفه بورق الفوم الجليتر، وهنعمله بمسدس الشمع. حاجة سهلة جدا وبسيطة. الجزء بتاعي اللي فوق دي كانت صينيه بسبوسه جايه، كان طبعا لونها ابيض، وانا دهنتها بالجزء البنج زي ما قلت لكم، الابيض على الاحمر، بس طبعا بنزود الابيض شويه بنسبه معينه عشان يطلع اللون البنك الجميل ده. هنا يا حبايبي بعد ما غلفت العمود بتاعي بالفوم الجليتر، هبدأ بقى الزقه على القاعدة بتاعتي. طبعا بتختاري الجزء في النص في السنتر بالظبط عشان ما يبقاش معوجة على جنب، يبقى مظبوط. وبرضه هتلزقيه بمسدس الشمع، كل حاجة معانا هنلزقها بمسدس الشمع ان شاء الله. بعد ما خلاص بقى لزقت القاعدة والعمود والجزء اللي فوق، هبدأ ازوقه زي ما انت عايزة. يعني هنا انا عملته بالكور ده الكيس عامل 100 فلس، حاجة بسيطة خالص. انت مش حابة شكل الكور ممكن تعملي شكل نجوم بستراس، اي حاجة، بس انا حبيت الكور، حسيتها اطفال اكتر وهتشد، يعني هتلفت نظر البنات كتير. وده كان الشكل النهائي بتاع الستاند الكب كيك، شكله حلو جدا وبحاجه بسيطه قوي من البيت. وده العمود اللي انا وريته لكم عملته بالجليتر. كمان الدواير اللي انا حطيتها حوالين الصينيه عملت منها كمان على العمود، ادت شكل حلو قوي. وده الجزء اللي فوق زي ما انتم شايفين بعد ما اتدهن واتحط فيه طبعا الكور كمان من الطروف عشان تدي شكل حلو قوي. وحطيت الجيتار ده فوق، لزقته برده بالشمع. كل دي لعب كانت عند البنات. انت ممكن تلاقي عندك لعب مش يعني ما بيلعبوش بيها ومش مستغليها في حاجه، ممكن تزوقي بيها بحاجه بسيطه قوي. كمان العمود اللي بينور الاضاءه دي انا جبتها من سيتي ستار برضو. هي بتبقى زي سلك كده وفي بيبي لايت صغير، والبطاريه انا لزقتها في الصينيه من فوق طبعا عشان ما تبانش، وممكن تفتحي وتقفلي خصوصا لو في عيد ميلاد او حفله ومفيش اضاءه، فممكن تضلمي كده وتنوريها، بس بتبقى شكلها طبعا تحفه يعني. تاني حاجة عملتها في ركن الأطفال بتاعي، ان انا كان عندي مصفى قديمه حاطه فيها معالق وحاجات من دي، فطبعا خلاص كانت صدت ومش استخدمتها، ففكرت ان انا ادهنها نفس برضو اللون البنك الجميل ده بالفرشه بتاعتي، وابدا ادهنها. طبعا هو بياخد يا بنات وقت شويه لان الستانلس يعني عايز ممكن تعيد عليه مره واتنين لحد ما ينشف معاكي. وزي ما انتم شايفين ببدأ ادهن كل فراغ كده من جوه، بتدهنيه كويس جدا. هو كمان كان مصديه من تحت، بس احنا هنعمل له فكره حلوه قوي، هنداري كل ده ان شاء الله مع بعض. وزي ما انتم شايفين كده ده الشكل بعد ما اتدهن. انا طبعا كل شويه بعيد عليه لان زي ما قلت لكم الستانلس بيشرب الدهان، فعايز كل شويه تعيدي عليه، يعني لو نشف هتبداي تديله لون كمان. والفوم الجليتر انا عملته دايره كده على قد القاعده وحطيته من جوه بحيث يداري شكل انه كان مصدي من تحت، وده شكل لطيف جدا جدا جدا، يعني يلفت نظر البنات. ومن حاجه كانت هتترمى، يعني مصفى ستانلس. فانت ممكن تعملي كل اللي انت عايزاه من افكار من البيت. حددي بس انت عايزه تعملي ايه، واحلى تركي ممكن تعمليه في البيت وباقل تكلفه، بدل طبعا تكلفه الحاجات دي غاليه جدا بره، فانت ممكن تعمليها في البيت بكل سهوله. وهنا بعد ما سبته شويه كده ينشف هبدا الزق عليه اللي هو النجوم الجليتر الفضي. هبتدي شكل حلو قوي للستاند بتاعي. طبعا الستاند ده انت ممكن تستخدميه في اي حاجه، يعني اي حاجه خاصه بالبنات او اي حاجه خاصه بالحفله بتاعتنا النهارده. وده كان شكله النهائي زي ما انتم شايفين، طبعا شكله حلو جدا، وحطيت فيه شويه كاندي كده وبونبوني عشان الولاد. نيجي للحاجة التالتة معانا. انا كان عندي العلبة الصفيح دي، هي شكلها بينك كده من بره وعليها ورد، فانا برضو فكرت ان انا احط فيها فوم من جوه وادهنه، لان الفوم بيبقى لونه ابيض. وادهنه بنفس الدهان البينك الجميل ده عشان يبقى زي خلفية كده اللي انا هحطه جواه.
هبدأ هنا احط الستيك بتاعي. انا حطيت ستيك ملون ورجعت حطيت اللي هو زي الخلة الخشب، وده كان الشكل النهائي. انا طبعا حطيت في الخلل مارشميلو لان الاطفال دايما بتحب المارشميلو والحاجات دي. مش عايزه مارشميلو ممكن تحطي بسكوتات او حاجه وهتلزقيها بحته شمع في الستيك، هتبقى برضو شكلها حلو جدا ومميزه بافكار بسيطه جدا جدا ممكن تفرحي اولادك. زي ما انتم شايفين دي الحاجه الرابعه والاخيره، وهي كاسات كده بلاستيك. كنت جايبها من سيتي ستار، هم 6 تقريبا بنص دينار، بس طبعا شكلهم شيك جدا ومبهج للاطفال ومش غاليين. وكمان ده المفاجاه بتاعتي، ده قفص العنب اللي كان جاي فيه عنب. انا سبت لكم الورقه بس ان شاء الله طبعا اكيد هشيلها عشان تشوفوا شكلها. وده كان الشكل النهائي لركن الاطفال اللي انا عملته في البيت، وفرح البنات جدا، وممكن كمان تفرحي اولادك بحاجه بسيطه. اتمنى من اللي لسه اول مره يسمع صوتي ويشوف الفيديو بتاعي ما تنسيش تشتركي معانا في القناه وتنضمي معانا لاسره اسرار سندريلا، وتفعلي الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. وحبايبي اللي معانا متنسوش تعملوا لايك وكومنت حلو.